6-0 6-0 في مباراة جيدة. أنا مش عايز الناس تزيط وتقول المباراة كانت فظيعة. على فكرة جيبوتي فريق ضعيف جدا. سوبر هاتريك محمد صلاح، هدف مصطفى محمد، هدف تريزيجيه. برافو على قد الماتش، لأن الماتش ده كان يخلص 9-10 عادي على فكرة. تمام. ومش ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، لان كل الناس اللي هتتكلم النهارده هتتكلم وتشكر في محمد صلاح وتشكر في اللعيبه وتشكر في الجهاز الفني. النهارده انا جاي اتكلم في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الماتش ده ما كانش فيه ويت اند سي. يعني الحكم ما كانش بيشوف ان احتمال يكون فيه تسلل فبيستنى يشوفها دي هتحصل ولا لا، ودي اللي خد باله من الماتش. هو لما كان بيحس ان فيه تسلل كان بيرفع، وكان ساعات بيبقى فيها شك، بس خلاص بقى ما بنرجعش. الحاجه الثانيه والاهم، الحاجه الثانيه اللي اصلا خلتني اعمل الفيديو ده، انا ما كنتش عايز اعمله، لان طالما في فوز وفوز كبير المفروض ان انا اطلع اشكر واهيص، وانا ما بحبش اهيص. الحاجه الثانيه اللي اتقال في الفيديو ده، اتمنى طبعا عوده الجماهير، لان النهارده الشكل ما كانش احسن حاجه، بس اتمنى الناس ترجع للمنتخب زي الاول، عشان خاطر الناس شويه بتبقى ورا الفرقه اكتر. فاتمنى ان شاء الله ان القاعده الجماهيريه بتاعت منتخب مصر ترجع تاني، مش بس ماتش الصعود، لا يفضلوا من الماتش الجاي ان شاء الله. هو ليه ما فيش جمهور؟ على فكره ما كانش فيه منع للجمهور. هي الناس ما راحتش ليه؟ انت عارف يعني ايه واحد اسمه محمد صلاح لسه محتفل بال 200 هدف في الدوري الانجليزي وجايب سوبر هاتريك النهارده، بيقول لك ان شكل الاستاد ما كانش احسن حاجه وطالع بالسوبر هاتريك طالع مش مبسوط؟ يا ريت يا ريت الناس ترجع للاستادات تاني، تتابع المنتخب. الكوره مش اهلي وزمالك بس، المنتخب من اهم الحاجات اللي المفروض ان احنا نتابعها الفتره دي. لازم نقف جنبه، يعني نتكاتف لحد ما نوصل كاس العالم. هو احنا لازم نوصل كل كاس العالم كل 25 وكل 30 سنه؟ كاس العالم ده لو ما صعدناهوش بصراحه مش من حقنا نحلم بكاس عالم تاني. اسهل تصفيات بالنسبه لنا لازم نحافظ على كل نقطه. ماتشنا الجاي يوم الاحد مع سيراليون، مفيش تهاون. احسن حاجه في الماتش ده، ولو رجعتوا له في الفيديو اللي فات هتلاقوا كل اللي اتقال حصل. لازم اهداف كتير. ليه الاهداف الكتير هستفيد بيها ايه؟ اولا في حاله التعادل هبقى فارق بالاهداف في حاله التعادل في النقط. يعني الحاجه الثانيه، وقلت لكم في الفيديو اللي فات اللي شافه، والاهم ان انت بتعالج موضوع الفرص الضايعه. النهارده فعلا كان في فرص ضايعه احنا مش فاهمينها، فانت محتاج ان انت كل الفرص بتاعتك تيجي، لان نص الفرص اللي جت النهارده مش ضامن انها تيجي في ماتشات تانية اصعب. لكن ده كله ما يخليناش طبعا ما نفرحش. لازم نفرح بال6-0 اللي كان فيه ناس نيتهم سووا نفسهم جيبوتي يجيب هدف. انا عارف ليه ومش هقول ليه. المهم ان الحمد لله المباراة خلصت 6-0، والحمد لله رب العالمين. المفروض نفرح على قد الانجاز ده ونقف ورا منتخبنا لحد ما نعدي التصفيات دي. ان شاء الله ان شاء الله مصر في كاس العالم. ان شاء الله ان شاء الله نشوف منتخب مصر بيلعب قصاد فرق ومنتخبات كبيره في كاس العالم. ده مش صعب وده مش حلم المره دي، لان المره دي اسهل بكتير. فان شاء الله ربنا يكرم وتتحقق، واقعدوا بالعافيه.